مجلس النواب يلقيها الدكتور محمد بنتاجي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات ثلاث. الأولى، كنا دوما نقول أن تحرير القدس يبدأ بتحرير القاهرة. حينما تحررت إرادة القاهرة، حينما تحررت مصر من الاستبداد الذي طال عليها، يفتح الطريق لتحرير القدس وتحرير المقدسات. حينما تتحرر الإرادة السياسية، يكون تحرير الأرض وتحرير المقدسات. نستكمل مسيرة ثورتنا وصولا لتحرير كامل للإرادة الشعبية دفاعا عن الإرادة العربية والإرادة الإسلامية لتحرير كامل أرضنا وكامل مقدساتنا. الثانية، أن النظام الذي كان يحظر قيادات المقاومة الفلسطينية، النظام الذي كان يحاصر ويمنع المصالحة الفلسطينية، النظام الذي كان يشارك في حصار الشعب الفلسطيني، قد انتهى إلى غير عودة. وبالتالي صرنا اليوم نرى قيادات المقاومة الفلسطينية، صرنا اليوم نرى قيادات الشعب الفلسطيني في قلب المسجد الأزهر وعلى منبر المسجد الأزهر. الثالثة، إذا كان الشعب المصري قد قدم المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى من أجل القضاء على الاستبداد، فإننا على استعداد أن نقدم الملايين من أجل تحرير كامل الإرادة العربية في سوريا وفي الأرض المقدسة، من أجل تحرير كامل التراب الفلسطيني، من أجل إنقاذ مقدساتنا. عن القدس رايحين شهداء بالملايين.